السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل المصريين الأحرار، وأهلا بكل الأحرار في عالمنا العربي من المحيط للخليج. يعني بعض المغردين بيشككوا في وزير الخارجية سامح شكري أو سمحون شكري. يعني بيشككوا في سمحون شكري لأنه رفض أنه ينتقد إسرائيل يعني بعد ضرب غزة بالصواريخ امبارح. فطبعا يعني دول ناس مغردين، يعني مش فاهمين حاجة. ما يعرفوش ان يعني ام السيسي اليهودية مليكة. فشيء طبيعي، وطبعا يعني اخوال السيسي كلهم في اسرائيل. فمش عارف يعني هل تعتقدوا ان السيسي ممكن يجيب وزير خارجية يعني ينتقد اسرائيل؟ فطبعا سمحون شكري يعني طلع امبارح وقال ان طبعا ما نقدرش ننتقد اسرائيل، وقال ان احنا ما نقدرش نقول ان اللي حصل من اسرائيل ده ارهاب. وبعدين سمحون شكري زي ما انتم شفتوه راح قعد مع نتنياهو، وقعدوا يتفرجوا على الماتش مع بعض على قناة الجزيرة القطرية. فيعني مش عارف يا جدعان، لازم تفهموا علاقة سمحون شكري او علاقة نظام السيسي بصفة عامة بإسرائيل. هو السيسي قال لك أنا عايز السلام الدافئ، قال لك أنا عايز أمن إسرائيل، قال لك يا ريت تذيعوا الخطابات بتاعتي في إسرائيل، طبعا لأنها بتصب لمصلحة إسرائيل. هو إيه الفكرة إن السيسي يطلب من إسرائيل إنها تذيع خطاباته على الصهاينة؟ لأن خطاباته كلها بتصب في مصلحة إسرائيل. لو كانت خطابات السيسي ضد إسرائيل أو ضد الكيان الصهيوني، كان اكيد مش هيطلب منهم ان هم يذيعوا الخطابات بتاعته. لكن حرص السيسي على اخواله في اسرائيل وعلى امن اسرائيل هو ده اللي دعا السيسي ان هو يعني يبقى عايز ان الخطابات بتاعته تتذاع على الصهاينة. وعشان كده يعني اختار سعادة وزير الخارجية سمحون شكري. واعتقد ان سمحون شكري بيؤدي مهمة رائعة جدا في حماية الكيان الصهيوني، ويعني يعني وتقديم اكبر الدعم ليه زي ما شفت في المحافل الدولية. وطبعا شفنا يعني في عهد سمحون شكري وفي عهد نظام السيسي مصر صوتت مرتين في الامم المتحدة لصالح اسرائيل، لدرجة ان حتى مذيعين التوك شو اللي هم داعمين للسيسي يعني اندهشوا من البجاحة. لكن طبعا كالعادة بيحاولوا ان هم يبرروا الكلام. طبعا الحاجة التانية شفنا فضيحة وزير التموين اللي قاعد في سويت رئاسي. خلي بال حضرتك، سويت يعني حاجة كبيرة، مش أوضة كبيرة جدا. سويت رئاسي رخيص جدا بحوالي $600 في اليوم. يعني بحوالي لو ضربنا مثلا في 12 جنيه بحوالي يعني 12,000 جنيه مصري، 7,500 جنيه مصري ولا حاجة في اليوم. مبلغ بسيط جدا. المهم ان هم اكتشفوا ان هو قاعد في الفندق الخمس نجوم في السويت الرئاسي ده من ساعة ما مسك منصبه. يعني يعني شيء طبيعي، راجل وزير حرامي مع حكومة حرامية، مع يعني اللي جايبه طبعا السيسي حرامي، هو حرامي السلطة في الأول وبعد كده حرامي الشعب بيسرق أموال الشعب. فتخيل ان السيسي اللي كان بيطالب الشعب انه يستخدم اللمض الموفرة وانه يقطع الرغيف 4/4، يبقى الوزير اللي هو السيسي جايبه. خلي بال حضراتكم وزير التموين ده ما اتغيرش، ده من حكومة حازم الببلاوي. يعني حصل تغيير وزاري وغير رئيس الوزراء، لكن ما غيرش الوزير ده بالذات. ليه؟ لأن السيسي هو علشان فاسد لازم يحيط نفسه بالأشخاص الفسدة. فعشان كده اللي بيستمر مع السيسي هو شخص فاسد، ولازم يعني علشان بعد كده لو حصل في الامور امور يقدر انه يبقى ماسك عليه حاجات، ويقدر انه يضغط عليه، ويقدر انه يخليه يعمل اللي هو عايزه. يعني كانوا بيقولوا وزراء الداخليه اللي قبل كده ان الشخص ده يبقى تحت السيطره، يبقوا ماسكين عليه فضايح، سواء فضايح ماليه او فضايح جنسيه او فضايح من اي نوع. فيعني عشان كده ده سر فشل السيسي الذريع، لان هو بيعتمد على الفسده. الاشخاص الفسده عاده بيبقى كفاءتهم ضعيفه جدا، وهمهم الوحيد هو السرقه. علشان كده يعني انا بقول لحضراتكم ما تتخيلوش في يوم من الايام ان السيسي ممكن ينجح في اي حاجه يعملها، لانه اعتماده الاول والاخير على الفسده. وعلشان كده المستشار المحترم هشام جنينه
لما قال ان في 600 مليار فساد، 600 مليار جنيه فساد في عهد السيسي. طبعا يعني زعل منه السيسي، وعشان كده اتعزل من منصبه، وبنته كمان اتشالت من منصبها واتبهدل، ونيموه على البلاط في الاسم، علشان ان هو الراجل قال ان في فساد في عهد السيسي. على فكرة هشام جنينة كان ممكن يقول ان عهد السيسي ده عهد زي الفل، وان مفيش اي فساد، وكان هيفضل في منصبه، وكانت هتبقى العملية اخر حلاوة. اللي انا عايز اقوله ان اساس الفساد في مصر هو السيسي ونظامه، وان اللي بيتبع السيسي ونظامه هم الفسده. علشان كده احنا شايفين الانهيار الاقتصادي الشديد اللي احنا شايفينه ده في الوضع الحالي في كل نواحي الطبيعيه، في كل نواحي الحياه في مصر. زي ما كنا قلنا لحضراتكم، في ناس كدبتنا قبل كده على موضوع الضرائب بتاع المصريين للخارج. برطمان البيادة امبارح طلعوا يعني قانون جديد بيفرض ضريبة مش بس على المصريين في الخارج، لا، على المصريين كمان اللي بيسافروا بره. حاجة اسمها حلاوة خروج، يعني انت حضرتك مثلا مسافر بره، جاي لك عقد مثلا او حاجة، فدي مسمينها ضريبة خروج او حلاوة الخروج. بتدفع حوالي 200 جنيه علشان تخرج. وبالنسبة للمصري اللي جاي من بره يدخل، فبيدفعوا $100 في المطار زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، عقابا ليه على رجوعه لمصر. وفي نفس الوقت علشان الوزراء بتوع السيسي والقضاء بتاع السيسي والجيش بتوع السيسي يقعدوا في فنادق 5 نجوم، والناس تشرب من مية المجاري كالعادة. بشكر حضراتكم ومتشكر جدا لوقتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.